السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شايفين الطقم ده أنا اللي عاملاه بيدي في منتهى الروعة، جميل جدا. هو كان زمان كان قماشات بتيجي من الكويت عبارة عن قطعتين، بنطلون سادة والجاكيت منقوش. أدينا عملت إيه وكمان طلعت منها طرحة، إيه رأيكم؟ والله طلعت منها طرحة، حتة فاضلة كده، وخدت منها حتة تاني وعملت لها كشكشة وركبت لها شوية فل من اللي هي ركام الفل دي، طلعت عسل. شايفين ايه رأيكم؟ شايفين ادي طرح. طبعا انا بلبس الخمار اللي هو رقبة ده، والبس عليه الطرح. بس انتوا تنسونيش كده باللايك وايه، واللي داخل على القناة أول مرة يا ريت كده يعمل إيه مشاركة، واللي أول مرة يخش القناة يا ريت إيه يعمل جولة على القناة ويقول لي إيه رأيه. صح أنا اتأخرت شوية كتير، فبعد ساعات بتحصل ظروف بالحالة النفسية بتخلي الواحد إيه ما يحاول ما يعملش فيديو، بس ببقى عاملاها بس مركون. فاحنا دلوقتي ده القماشة السادة، هنعمل منها الايه البنطلون. هنعمل ايه منها البنطلون؟ البنطلون عبارة عن متر وربع، او لو هتعملي جيب يبقى متر ونص، يبقى ايه متر ونص. بنعمل ايه؟ بناخد دوران الهنش، دوران الهنش والطول الكلي والدوران الوسط. لو انا هعمله باستك بصراحة، وانا اغلبية كل بنطلوناتي بعملها باستك، فبتبقى احسن ومريحه، حتى بتبقى سهله في انك انت لو عايزه تتوضي، عايزه تخش دوره الميه او اي حاجه، بيبقى احسن بكتير وسهل جدا، يعني ما بياخدش وقت في التفصيل. انا الحته القماشه اللي قدامكم دي بطلعها، هي الطرحه اللي انا ايه هعملها. لقيت العرض كده لان البنطلون عندي كتير، فرحت وطلع منها قطعه هعملها ايه طرحه. فقلت اطلعها دلوقتي واشوف يعني هفكر فيها ازاي. فبعد كده فكرت في الفكره اللي انتوا شايفتوها دي في اول الفيديو. دي الطرحه، وهاخد كده من الجنب انا قلت اعملها زي ما انتوا شايفين كده مثلث، فلقيتها ايه مش هتنفع. فرحت انا قست، وانا وقاعده كده قست الطول والعرض، وهطلع منها حته. قلت بعد ما اخلص ابقى ايه اعمل الطرحه بعد ما اقص القماش. الفيديو ده لايه؟ الفيديو ده للقص بس. ليه؟ لان الفيديو هياخد ساعه ونص، فقلت بصراحه كفايه ان فيديو قص وفيديو خياطه. احنا طبعا بنتني البنطلون على 4 قطع. دلوقتي على قطعة اللي هي على قطعة، وهحط عليها القطعة التانية هتبقى عبارة عن 4. هقص ايه دي كده ايه على 4، هقص ايه حدة الحجر. حدة الحجر الأول أنا هقص 9 سنتي من فوق لتحت بس، علشان الايه خدي بالك تاني هفهمك. هقص 9 سنتي من فوق لغاية تحت شوية، دي لتانية الأستك، دي لتانية الأستك، دي على طول منتظم معايا ما بغيرهاش. لأن لو أنت هتعملي الأستك خارجي خلاص يبقى سيبي 2 سنتي للخياطة بس، وهتعملي زي قطعة مستطيلة بتبقى عبارة عن 10 سنتي عشان الخياطة، ودوران الوسط أكتر منه بحوالي 40 سنتي عشان الكشكش من الناحيتين. طبعا أنا دلوقتي هاخد 9 سنتي، بعد ال9 سنتي هاخد 19 سنتي و20، يعني هيبقى الساقط بتاع الحجر كله 40 غير 20 اللي أنا قصدي 9 اللي هي بتاعت الأستك. يبقى الحجر من عند الوسط لغاية الحجر كام؟ دي 40 سنتي، أو اللي هي 39، بس أنا بعملها 40 عشان الخياطة والإيه. طيب هعمل ايه؟ دي اللي هي هنزل 20 على كده، وهاخد عرض من بره لجوه شوية 10 سنتي من بره لجوه، عشان موضوع مش صعب، احفظيه ده قانون مش صعب خالص. انت بدل ما خدت القماشة عبارة عن دوران الهنش ودوران الوسط، أنا بقيسه على 4، وأعمل زيادة كام؟ بعمل زيادة 10 سنتي، بعمل زيادة 10 سنتي أو 15 سنتي حسب ما أنت متحسي الراحة ليكي. وبعد كده أنزل من فوق أخد اللي هي 9 على 40 اللي هي تبقى كام؟ 49 أو 50، وأروح نازلة لتحت وآخد من الجنب 10 سنتي، وأعمل حردة إيه؟ حردة حجر الحجر، قاعدة الحجر.
واروح اخد علم. هي موضوع مش صعب جدا، والله العظيم موضوع سهل جدا. يلا كده اديني باخد 10 وباخد ايه اللي هي 49 من المسطرة دي. باخد دوران الحجر، بدي اخد دوران من الحجر كده اللي هي عند الدايرة اللي هي من جوه شوية كده اهو، واروح عامله الدايره. عايزه تعمليها بيدك اعمليها، انا بصراحه بوريها لك كده، بس انا بصراحه عشان يدي اتعودت انا بعملها ايه، بعملها على طول. بس انا حبيت اوريك لان في طقم من مساطر، في استخدام حردة الباط، في استخدام حردة الحجر، في استخدام حردة الرقبة، حاجات كتير. فممكن اللي هي بتتعلم جديد تستخدم طقم المساطر. طيب بعد كده هتعملي ايه يا سارة؟ هناخد من فوق اللي هي من عند آخر نقطة من الحجر، وهنزل تحت بميلة. هشوف عايزة عرض البنطلون كام، هل عايزاه العرض اللي هي النص الدايرة بقى النص تحت، هل عايزاه واسع تعملي 40، عايزاه ضيق شوية اعملي 35. أنا بصراحة بعمله من 40 ل 45. أحب الحجر إيه من تحت واسع شوية، محبهوش ضيق، محبهوش إيه ضيق، عشان لما ألبس البنطلون في مشط رجليا يبقى واسع وحلو. وأروح منزلة من عند آخر البنطلون لغاية تحت لغاية الحجر دي، وأقص اللي هي الدايرة بتاعت الحجر اللي هي شايفين أهو. هقص من هنا لغاية اللي هي 49، وهدي نص دايرة وهدي نص إيه دايرة. وهاجي بعد كده من نهاية آخر نقطة من الحجر هنزل إلى نهاية البنطلون مثلا اللي هي وسع البنطلون تحت، وكده خدت إيه الحجر. خدت الحجر. أنا هاجي من فوق كده من عند اللي هي الخط ده، الخط ده اللي هو خط نهاية الحجر ده، وهنزل بميلة للايه للبنطلون. يبقى كده خلص البنطلون. هل يا بنات خد وقت؟ رد علي قولي لي خد وقت البنطلون على كده؟ ما خدش والله وقت. واستنيني برضو في الفيديو التاني هتبص تلاقي والله اسهل حاجة بعملها هي البنطلون. أنا عارفين انا بعد ساعات بخيط البنطلون والبلوزة مع بعض، اخد الكتف اخيطه وبرضو الحجر اخيطه واروح اسرفل على المكنة، اروح واخدهم مسرفله واحده ماشي. وغير دلوقتي يا بنات كمان الحمد لله، بس هو مش في الفيديو ده يعني، بعد ما انا عملت الفيديو ده وصورته كنت انا عدلت حجرة الخياطة، يعني حطيت مكنة الخياطة جنبيها بزاوية حرف ال مكنة السرفل. بدل ما اقوم من على الكرسي ده واقوم على الكرسي ده واروح اسرفل هنا واخيط هنا، انا خليته كرسي واحد والمكنة بس. ان شاء الله في فيديو تاني، مش الفيديو الخياطة دي، لا الفيديو اللي وراه هوريك ان انا عملت ايه في الأوضة. بصراحة كده ريحتني بدل ما أقوم وأقعد. وإن شاء الله ربنا يوسع عليا، ونفسي أجيب بصراحة كرسي متحرك اللي هو إيه اللي هو بهزاز ده متحرك يعني، نفسي أجيبه إن شاء الله. بس أهي شايفين أهو كده قصينا البنطلون. هنخيط هنا في الجناب كده أهو كده لفوق، وفي الجناب هنا كده لفوق، وبعد كده هحط على بعض وايه والم. هنلم ده دلوقتي، احنا ادي البنطلون كده خلصناه، هنلم البنطلون كده وهنخش على قصة البلوز، وهنخش على قصة ايه البلوز. البلوزة دي منقوشة، انتوا متهيألكم ان هي سادة، لا هي فيها نقشة خفيفة لون يعني كموني غامق شوية، لون كموني غامق شوية. انت تحسيها ان هي دي القماشتين زي بعض، لكن هي فيها نقشة بسيطة، اللي فوق فيها نقشة بسيطة. هعمل ايه؟ همسك القماشة وهتنيها ايه نصين، هتنيها ايه نصين، وبعد كده اجيب من فوق لتحت واتنيها، يعني انا اقص القماشة كلها واروح اقصها اتنين ماشي. لان دلوقتي بقيس طول القماش او عرضها عشان اشوف هبدأ من تحت ولا هبدأ في الجناب، علشان لان هي يعني القماشة على القد بالظبط يا بنات. زي ما بقول لكم ان انا خدتهم من واحدة فايه فكل شوية اغيب اخيط حتة، يعني القماشة صغننة مش كبيرة، يعني بحاول ان انا اظبط نفسي، بحاول باي طريقة ان القماشة تكفيني يعني. شايفين انا بقيس كده بالمزورة واشوف هاخد قد ايه. طيب انا لقيت نفسي ان هي كده طويلة، انا ممكن ان انا برضو لو لقيتها قصيرة ممكن اعمل سفرة،
ممكن اعمل كورنيش من تحت، في كذا طريقة. فانا كده خدت العرض حطيتهم على بعض وايه وخيطها على، هتنيها على قطع اربع طبقات، اربع طبقات، علشان تدينا الصدر طبقتين وتدينا الظهر طبقتين. فيا ريت كده اللي داخل على القناة وأول مرة يشوفها يا ريت يعمل جولة فيها ويقول لي إيه رأيه فيها هي. لأني أنا بصراحة كانت عندي قناة تانية مأكولات اللي هي اسمها انتصار عرف الاقتصاد المنزلي، كانت فيها خياطة وتدبير ومأكولات، فأنا قلت لا أفصل دي عندي. فطبعا اللي داخل يا ريت يعمل جولة فيها ويقول لي إيه رأيه فيها. دي حاجة. تاني حاجة يا ريت اللي بيتابعني يقول لي بيتابعني من فين. لاني بيهمني جدا ان اعرف انا بيتابعوني الحبايبي ومتابعيني وحبايبي بيشوفوني من اي بلد، هل من المغرب، هل من الاردن، هل من السعوديه، من الكويت. فنفسي بصراحه انا عندي احفادي بصراحه عنديهم التلفزيون بتاعهم في السعوديه بيجيب اليوتيوب، فلما بيتوحشوني يروحوا هم مشغلين القناه بصراحه. الله يبارك لهم ام عبد الرحمن وحمزه ومالك، ان شاء الله يبارك لي ويخليهم فيهم، طبعا غير مامتهم ام عبد الرحمن اللي هي شيماء. انا طلعت هنا من الاول ان هنا طلعت قماشه قست العرض الكم قد ايه، وهعمل الكم تنيتها مرتين وهتنيها الثاني اللي هي الرابعه للكم. برضو الكم عشان يدي انا خدت عليها هي سهله جدا جدا. بعملها عرضها حوالي 30 يا 35 العرض كله، يعني بتنيها بعد كده يعني ما اقصدش على ان هي 35 على 4، يعني 4 قطع على 35 او 40 لما احب اكون واسعه. فادينا انا بوريكم هنا ان انا بنزل تحت حوالي شبر يعني 30 سم، بنزل 30 سم بتبقى اول نقطه في اول الكم وعند 30 سم دي. فبعمل واقسمها على 2، احط نقطه هنا على في النص واروح مدي نص دايره لفوق ونص دايره لتحت، نص دايره لفوق ونص دايره لتحت اهي. شايفين هي سهله جدا جدا. عايزه اخليها زي ما هي هخليها، عايزه انزل بحاجه بسيطه لاني انا طبيعتي يا بنات برضو بحب اعمل الكم واسع وبعمله باستك علشان انا موظفه، وطبعا بره دايما بكون في كنترول. فطبعا النهار كله في الكنترول، واحد بياخد فوطه بياخد حاجه بيتوضى علشان ما يسيبش ركعه ربنا. فطبعا لما انت تركبي زرار وهتفك الزرار شغلانه. فايه رايكم؟ انا بصراحه بحب الاستك. في استك عرض 1 سم وفي استك حوالي 2 و2.5 سم. انا بصراحه بركب اللي هو 2 او 2.5 سم، ده جميل جدا جدا وسهل وحلو. ادينا خدنا الكم احنا، ودلوقتي احنا هنا هناخد اللي هو اللي هو البلوزه قسمتها على 4 طبقات. هنطلع الطبقه اللي هي حردة الكم، وهنعمل حردة الكتف، وهنعمل الرقبة حردتها. حردة الرقبة بتبقى من 8 في العرض، والتحت شوية بتبقى 7. من عند الرقبة من فوق في العرض 8 ومن تحت 7. انا بحاول اظبط لان بصراحة قماش الحرير ده بيتعب جدا جدا يا بنات، بس انا بفرح جدا بطلوعة الحاجة من يدي. انا بلبس الحاجة من يدي، ما بخيطش عند اي حد بره بصراحة. اهي كده ده كده دي من بره لجوه 8 سم، واخد علامة من بره لجوه، اخد علامة وهاجي من تحت بعد كده هنا اخد لتحت 7 سم، اخد 7 سم. انا باخد حدة الكتف دي 15 ل 16، يعني حسب 15 16 ونص، ما بزيدش عن كده طبعا. وبتعملي حساب سنتي للخياط، وبتنزلي 2 سم، من عند نهاية الكتف بتاعت الرقبة لغاية تحت شوية دي 2 سم، وبتدي بالمسطرة كده زاوية لتحت. وبعد كده بننزل يعني 25 سنتي، يعني 25 سنتي أو شبر وحوالي 4 قراريط. يعني لو انت بتشتغلي بالشبر، لكن لو انت بتشتغلي
بالسنتي تبقى بكام؟ 30 سنتي. ب 30 سنتي اللي هي كام؟ اللي هي شبر واربع قراريط مثلا. اهي هنزل كده 30 سنتي، هنزل كام؟ 30 سنتي او شبر واربع قراريط. تاني يا شبر يا اربع. في ناس تقول لك انا ما بعرفش امسك الماسوره، ماشي بشبر واربع قراريط او ب 30 سنتي. هنزل اخلت حده الرقبه اديني، وهقص بعد كده قصه الكتف اهي زي ما انتم شايفين، قصه الكتف، وهنزل بحردة الكم اللي هي 30 سنتي. موضوع مش صعب والله. لا هقول لك، انت عايزه تعلمي الخياطه اتعلمي في قماشات قديمه، هاتي جلاليب باباك، جلاليب جوزك، فكيها وقصي فيها، اتعلمي. اليومين دول الخياطه صعبه، هتقولي انا ما عنديش مكن، اتعلمي على يدك لغايه ما ربنا يكرمك مكن. مش لازم سرفله يا ستي، ممكن تخيطيها خياطه فرنساوي. الخياطه الفرنساوي على ان بتقلل شويه من الامام عن الخلف في الخياطه، بتحطي واحده اقل من واحده بسنتي، وبعد ما بتخيطيها بتتني عليها تاني، او حطي على بعضها وخيطي بالقلبه تاني، يعني خيطي عدله وبعد كده خيطي قلبه. حقيقتي خياطه نظيفه، كنا نعملوها دي في قماش اكياس المخدات، يعني اقص المخده على وهي معدوله، اخيط المخده وهي معدوله، وارجع اخيطها تاني مقلوبه. هيدي مش محتاجه سرفله. يعني بدايه حياتك مش لازم حكايه السرفله يا ستي، يعني زي ما تقول ان انا كان بجيب مكنه اجيب دي تريكو دي، فادي الحكايه انا جايبها مش موضوع. اتعلمي، جمدي قلبك، خليكي جدعه، خليكي قويه، ما تخافيش. لو خفتي مش هتعملي حاجه في بيتك، خليكي جدعه. بعدين احنا قصينا الكمام. طبعا انا حسيت بعد كده لما قصيت البلوزه دي يا بنات، حسيت ان هي هتبقى ضيقه في الخطوه، لاني انا طولتها اللي بعد الركبه بشبرين. فروحت انا وبخيطها بصراحه، سبت عباره عن 25 سنتي من كل جنب بدون خياطه عشان تدي فتحه بسيطه. يمكن عشان انا قلت لكم القماشه ايه كانت قليله. ان شاء الله في القماشه الجايه هنفكر ان احنا نعملها بكورنيش لتحت، نعملها قصيره ونكبرها بكورنيش، هتدي وسع حلو وجميل تحت. فاهمين؟ بس هتقولي لي رطتي كتير يا انتصار؟ اقول لكم ابدا، انا بحبكم، بحبكم يا حبايبي. الفروز بتاعي جمال، ودايما ما بينسونوش في اللايكات، ورجاء اعملي مشاركه للقناه. ليه؟ علشان الفيديو ايه يوصل لمجموعه كبيره، لاني انا بشرح بطريقه سهله مش صعبه. طبعا انا قصيت القماشه، هتلاقوا ايه على التانية ايه، فهاجي ايه هاخد قص وهقص دي. ليه؟ انا في الخياطه بقص بعد ما بخيط الكتاف، بركب الكمام قبل ما اقفل، بركب الكمام قبل ما اقفل. فاهمين انتوا؟ ففي الخياطه هوريها لكم ان شاء الله. انا مبسوطه جدا وانا بحكي معاكم ومرتاحه بصراحه. ليا مده بعيده عنكم، فرجاء ادعوا لي ان ربنا يخليني دايما ان انا قريبه منكم، وما احاول ان انا اقرب اكتر واكتر واعمل لكم حاجات كتير. نفسي ان انا اعمل لكم طريقه الطاقيه اللي هي بعد خروجك من الحمام، اللي هي زي الفواطه اللي بتنشف الشعر. حاجه هعمل لكم بدله تاني. في موضوع تاني انا برضو، طريقه عمل تحويل التيير الى فستان. تحويل التيير الى فستان يعمل ايه؟ الجاكيت اللي فوق هاخده وافكه حتت بس اقول لكم خليها مفاجاه. تحويل التيير الى فستان، هنحول التيير فستان. دلوقتي ادينا احنا بنحطينا الكم وحطينا البنطلون اهو والفستان، ادي الفستان اهو، وادي ده الكم وده البنطلون اهو، شايفين؟ ادي حطيت لكم قدام بعض. في الفيديو الثاني هنعمل ايه؟ هنخيط. في الفيديو الثاني هنخيط. الخياطه بتاعته بدل ما انت قصتيه سهل جدا 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 اهو. ادي دي انا ايه، ده البنطلون، وانا بوريكم ان هو سهل. ان انا هخيط الاول الخط اللي هو الحجر الامامي والحجر الخلفي اهو، هخيط الحجر الامامي والحجر الخلفي، وبعد كده اروح تاني اخيطه الايه البنطلون، الرجل اللي هي من تحت الحجر من هنا ومن هنا. بس ايه رايكم؟ مش طريقه سهله وحلوه يا بنات؟ اوعي تنسوني في اللايك، رجاء اوعي تنسوني في اللايك، وقولوا لي ايه رايكم في الفيديو ده. هل عارفه اشرح انا ولا شرح اي كلام؟ يعني على قدي اصلا انا قلبي حامي يا بنات وسريعه.
ايه رأيكم؟ يا رب اكون عند حسن ظنكم، واكون فهمتكم الفيديو صح وحلو وطريقة القص. والفيديو التاني ان شاء الله هيكون طريقة خياطة ايه؟ خياطة البدلة كلها. ايه اللي بتعمليه ده؟ اقول لكم، ما انا قلت اعمل اللي هي سجاف الرقبة. سجاف الرقبة حتني وهو ايه، حتني على نصين، نص للأمام ونص للخلف عشان أعمل سجاف الرقبة. بحط قصة الرقبة على الرقبة، اللي هي بتاعة البلوزة نفسها أهي، بفكها أهي وأحطهم على بعض أهي. شايفين أفكتها إزاي أنا؟ هحطها كده واروح حاطه اسمها بالنص، واروح حاطه اللي هي التانية عند الرقبه بالتانية، واخد الحردة مع الكتف عشان تبقى مظبوطه. احسن لك واسهل لك يعني، عشان تطلع مظبوطه واديها بالظبط، ما يبقاش فيه تعب ايه عليكي في انك انت لما تعمليها. شايفين اهي؟ شايفين اعمل ايه؟ اديني خدت اهي بتاعة الرقبة الأمامية، وبتاعة الرقبة الخلفية بتبقى الأمامية أقل منها من تحت شوية، تنزل لتحت. يعني الخلفية بتبقى من 1 سنتي قصدي 1 سنتي لسنتي ونص. الأمامية بتبقى حدة الرقبة بتبقى 7 سنتي، بتبقى إيه 7 سنتي، بظبطها على قديها. برضو بعمل حردة الكتف بتاعتي. شايفين بقص إزاي؟ يا رب يكون الفيديو واضح ليك. واروح مديه الحردة كلها نص دايرة على نهاية الخط بتاعة الكتف. شايفة انا بعمل ايه؟ بلف كده، بلف. شايفة يدي ازاي لفت؟ ازاي لفت اهي، لفت. شايفين اهي؟ دي الايه الامام. هعمل زيها الخلف، بس الخلف ايه؟ لو انت عايزة تعملي الخلف بسوستة، يبقى انت بتعملي ايه؟ بتعملي برضو السوستة تركبيها الاول. برضو هوريكم طريقة السوستة. انا بركبها على الخياطة وهي مقفولة، وبعد كده بفتح بفتاحة العراوي، بتبقى اسهل واحسن ليك. غير انك انت بتستخدمي ايه؟ دوست العراوي يا اليمين يا الشمال، قصدي دوست اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. دوست السوستة في فردة يمين وفردة شمال. يعني لو عايزه تستخدمي واحده بس وبتلفي السوسته او بتلفيها الناحيه التانية ماشي عادي، يعني بدل ما تفك وتعملي شغلانه. انا بصراحه ما بستخدمش اللي هي غير واحده بس، اللي هي ناحيه يدي ايه الشمال. واجي لما هاجي على الناحيه التانية عشان كده بقول لكم ان انا بخيط السوسته وهي مقفوله الخياطه بتاعتها، وبعد كده بفتحها بفتحه العراوي. ان شاء الله في مره برضه هوريها لكم ان شاء الله. اهي شايفين بقت ايه منظرها؟ اهي خلصناها ايه حردة الامامية، وايه وادي حردة برضو ايه الخلفية مع بعض حطيناها. وهنلم عشان نروح مكنة الخياطة. احب اقول لكم استودعتكم عند الله لا يضيع الودائع. استنوني في الفيديو التاني، تنسونوش في اللايك. السلام عليكم.